بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله دائما وأبدا، والصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. هالأيام سبحانه وتعالى رغم أن أيام مباركة والعشر الأخير من رمضان تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. كمان من فضل المولى عز وجل ورحمته فينا أنه عم نشوف مطر، يا رب اجعله سقيا رحمة وخير إن شاء الله. طبعا الدعاء بالمطر إن شاء الله تعالى مجاب، فأكثروا من الدعاء بالمطر، ارفعوا إيديكم وخلي المطر ينقي قلوبنا ويكون قلبنا صافي، وندعي بقلب صافي إلنا ولحبايبنا ولجميع أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يا رب العالمين. حبيت بس نبه على هاي النقطة، نقطة الدعاء بالمطر. وفي شيء تاني حابب أقوله، نحن قربنا إن شاء الله تعالى رمضان يخلص، فزكاة الفطر يفضل والله أعلم طبعا سبحانه وتعالى أن نطالعها بوقت قبل العيد بمدة بكم يوم، مشان يلي محتاج ومسكين يلحق يشتري الشيء اللي بده إياه، سواء كان طالعناها كمال قيمة مادية أو كحبوب. والله أعلم، هذا الشيء اجتهد فيه العلماء، أنا ما عندي الخلفية الكافية لأفتي فيه، لكن أنا واحد من الناس طالعته كقيمة مادية كمال، ولو زدنا شوي فخير وبركة، والله يجبر عنا ولعله إن شاء الله يتقبل منا أعمالنا. وهي الزكاة متممة ومجبرة للنواقص بالصيام لو في أي هفوة يعني صارت أو شيء، فالله يتقبل منا جميع، اللهم آمين يا رب. ومدوا إيديكم بالخير، وجعلني الله وإياكم يا رب من المقبولين ومن العتقاء من النار بإذن واحد أحد. نكسر من الدعاء بهاي الأيام، لعل يا رب يجعل بدعائنا القبول عند الله سبحانه وتعالى والرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين. نرفع إيدينا وندعي وكلياتنا قناعة وإيمان أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. بسم الله. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر يا الله يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا الله يا الله يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رزاق أن ترزقنا من خير الدنيا يا الله ويا الله، رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا شافي يا معافي. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجمعنا بحبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم في الفردوس الأعلى من الجنة يا الله. اللهم اهدنا أن نعمل خير الأعمال بما يرضيك يا الله بما يرضيك يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن يرحمنا سواك يا رب العالمين. يا الله يا الله يا ودود يا ودود يا ودود، يا صاحب العرش المجيد، يا مبدي يا معيد، يا حي يا قيوم، يا فعال لما تريد. اللهم نسألك باسمك الأعظم يا الله باسمك الأعظم يا الله أن تلبي لنا حوائجنا يا الله يا رب. اللهم أنت أعلم بما نريد وبما لا نريد يا علام الغيوب، يا رحمن يا رحيم. اللهم نسألك الصلاح للبلاد والعباد يا الله. اللهم أصلح بلدنا، اللهم أصلح بلدنا وافرجها علينا وعلى أمة محمد أجمعين وعلى راية الحق والدين. لا إله إلا أنت سبحانك يا الله. اللهم بلغنا ليلة القدر واجب لنا دعاءنا يا مجيب الدعوات، يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا زلاتنا
واجبر لنا ضعفنا وكسرنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وتقبل منا صيامنا وصلاتنا واهدنا إليك. اللهم اجعلنا خاشعين في الصلاة، اللهم اجعلنا خاشعين في الصلاة، اللهم اجعلنا خاشعين في الصلاة. وابعد عنا يا الله، وابعد عنا يا الله وساويس الشيطان ووساويس أنفسنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ثبتنا على طاعتك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك في رمضان وما بعد رمضان. لا إله إلا أنت سبحانك يا غفور يا رحمن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. نكسر من